السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفة طرطة الفراولة، تجي بزاف بنينة وبطريقة جد سهلة طوال شهر رمضان. وابقوا معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. واش نحتاج في العجينة؟ عندي هنا 250 غرام تاع فرينة، 125 غرام تاع زبدة، و90 غرام تاع سكر كلاص، حوالي نص كاس حبة بيض ولافاني والفرينة ورشة تاع الملح. انا هنا نبدا ندير الزبدة. انا حنستعمل الخلاط الكهربائي وانتي ديري بيدك. نضيف معها نص كاس تاع سكر كلاص، حوالي 90 غرام. ونضيف لها مغرفة صغيرة تاع لافاني ونضربهم حتى يولي القوام تاعها كريمي. هذا هو القوام اللي نتحصل عليه. انا هنا نبدا نضيف بقيه المكونات. عندنا حبه تاع بيض، هنايا رشه تاع ملح، ونزيد نبدا ندير الفرينه غير بشويه بالتدريج هكذا. ونخلطهم. انا هنا نستعمل خلاط كهربائي، واذا ما عندكش تقدري تستعملي يدي كما ديري الصابلي عادي. ونزيد نضيف لها كامل الفرينه اللي بقات لي، ونخلطهم حتى نتحصل على القوام متجانس. هذه هي العجينه تاعنا هكذا، نلايمها كامل. شوفوا كيفاش جات طريه هكذا. انا هنا نغطيها بسيلوفان ونخلي العجينه تاعنا تريح على الاقل 30 دقيقه، ونروح نوجدوا مع بعضنا الكريمه. اما بالنسبه للكريمه نحتاج هنا 250 ملل حليب هكذا، نديرو في الكسرونه ونديه على النار يسخن. ونحتاجو في وعاء نديرو 3 صفار تاع بيض مع 3 مغارف تاع سكر عادي، ونخلطهم مليح ونمزجهم حتى يتغير اللون تاعو. ونضيف لهم 2 مغارف كبار تاع مايزينا حوالي 30 غرام، ونزيد نخلطهم هكذا حتى نتحصل على مزيج متجانس. ونبدا نضيف هذاك الحليب اللي ديتو يسخن غير بشويه مع التحريك هكذا باش ما يديرلناش هذاك التحرابش. انا هنا نعاود نرجعو كامل الكسرونه ونديه للنار حتى يعقد لنا. هذا هو الشكل اللي نتحصل عليه. هذه هي الكريمه كما كنت تشوفوا. شوف كيف جات ملساء. هنايا ضفت لها مع مغرفه كبيره تاع زبده مع لافاني، ونخلط كامل. هذه هي الكريمه راهي واجده. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. انا نفرغها هنا في طبسي واحد اخر باش تبرد لنا بالخف. نوزعها كامل وهي سخونه، ونغطيها بكيس بلاستيكي سيلوفان، ولازم هذاك الكيس يلامس كامل الكريمه تاعنا هكذا. ونخليها على جنب حتى تبرد لنا. ونجيبوا العجينه تاعنا بعد ما ريحت شويه هكذا، نحلوها فوق ورق الطهي باش تجيكم سهله. انا نحلها هكذا بالحلال. انا حنديرها شكل دائري، وانت ديري شكل اللي تحبيه مربع هكذا. ونديرها في المول تاعي، نستويها كامل بيدي بلا ما نحي الورق هذيك باش تجي ملساء كما راكم تشوفوا. هذه العجينه بزاف سهله وتجي بنينه وطريه هكذا. نواسي الاطراف كامل، نضغط عليها بيديا باش نقطع بالموس هكذا. نحي كامل هذوك الجوانب هذوك الزوائد. ونلايمهم ونعاود ندير بهم ميني تختولات. وهنايا نجيبو فرشات ولا كيردون ونثقب كامل لاطاس تاعنا، نبيكيها كامل باش تحافظ على الشكل تاعها. وانا حندير فوقها ورق الطهي والصينيه باش ما تنفخناش. وانتم تقدروا ديروا الحبوب، ديروا الحمص ولا ديروا اللوبيا هكذا. نديها طيب ونعاود نرجع لكم.
هاي الكلاطه تاعي بعد ما طابت انا هكذا نبغيها محمره، وانتي طيبيها كما تحبي تخليها صفراء. نجيب الكريمه تاعي ونعاود نضربها بالخلاط الكهربائي، ونزيد معها مغرفه كبيره تاع بودره الشونتيي ونخلط كامل. راح تجيكم كريمه رائعه حتى تطلع لنا مليح ونتحصل على قوام كريمي. الكريمه تاعنا راهي وجدت. هنا نروحو نوجدو لاطارت تاعنا. انا راح نضيفها مباشره في لاطارت كيما انتي تحبي ديريها في لابوشيت ما يهمش. انا نوزع كامل الكريمه على الطارطه تاعنا باش نروحو للتزيين واللي هو اختياري على حسب الذوق وعلى حسب المقدور تاعك. كيما تقدري ديري اي فاكهه متوجده عندك. هكذا نحطو الطارطه تاعنا على جنب ونجيبو الفاكهه. انا عندي هنا الفريز نغسلها ونقطعها على هذا الشكل. خليت حبه درت بها وريده. نبدا نستف هذاك الفريز كما راكم تلاحظوا. نبدا بالاطراف، نبدا بالحبات الكبار هما الاولين نديرهم على هذا الشكل. كما قلت لكم تزيين اختياري، كل وحده واش دير. انا اليوم خيرت هذا الشكل وانتي بيني المواهب تاعك. وانا راني نستف وانتي ما تنسيش ديري لي جيم وتبارطاجي هكذا باش تدعموني وندير لكم المزيد من الفيديوهات ونحط لكم جديد ان شاء الله. انا نكمل كامل نستف هذو الحبات ونعاود نوري لكم الشكل الاخير في الطبق النهائي. هذا الشكل الاخير اللي نتحصل عليه بلا ما نساو هنايا اللمسه الاخيره. انا درت هنا لاجولي ذا باش الفلاس تاعنا يجوا يبرقوا يلمعوا والطرطه تجي تشهي. طارطة الفراولة تاخدو فخاز راهي واجدة وهذا هو الشكل النهائي. درت لها لمسة أخيرة ورقة تاع نعناع. شوفوا كيف جات بريي جات تشهي ما شاء الله وطريقة سهلة والعجينة تجي طرية. أنا هنا خليتها ريحة ليلة كاملة درتها في الليل حتى الغدوة من ذاك باش كليناها هكذا تتقطع لكم بكل سهولة وتجيكم بنة ما شاء الله ولا أروع. والشكل تاعها بزاف شباب وتوالم للسهرة تاع رمضان كي يجيك كاش ضيف تحمري بها وجهك. اذا عجبتك الفيديو ما تنساش باش ديري لي جيم وتبارطاجي. انا نخليكم في وصفه جديده وفيديو جديد. تهلاو في وحدكم. السلام عليكم.